شاركت 12 امرأة ماكثة بالبيت بمغرض تقديم منتجاتهن التقليدية التي يعدها ببيوتهن من تنظيم فوج المجد الكشفي، وذلك لإبراز ما تساهم به المرأة الماكثة بالبيت وبهدف دعمهن لإنشاء مؤسسة ناشئة مستقبلا. يقول مصطفى مسعدي في تقريره. هنا في بهويهته المكتبة اختلطت واجتمعت ما جادت به أنامل نسوة ماكثات بالبيت بمشاركة 12 مشتركة. قدمنا منتجات تنوعت بين أكلات شعبية، خياطة وطرز، باش نحافظوا على اللباس التقليدي، باش نبردوه، باش نشهروه أكثر. اكسسوارات نخدموهم في التقليدية، العراس القبائلي، كل ملابس مدة 40 سنة. أنا ورثت هذه الحرفة، ورثتها على الوالدة، ومن بعدها زدت طورت وقريت شوي. يعني نبدأ في تأسيس ورشة ونحاول ندير فيها دورات، يعني دورات للفتيات باش نحافظوا على اللباس التقليدي. نخدم كل شيء، كاع الأصوات التقليدية تاع زمان، كيما المعكرة، كيما الرفيس، كيما المحاجب، خبز الشحم، ملوي مفتت، الطعام، القرطوفة، طعام الزرع، هذا الفتت تاع الرفيس، معكرة ثاني مقلية، حرور، رب، في واحد 7 أشهر والله هكا. أنا كحلمي ندير حاجة المجتمع يستفيد منها إن شاء الله. المعرض الذي جاء تحت شعار إبداعات المرأة الماكثة بالبيت جاء كتجربة أولى يهدف إلى إبراز ما تساهمنا به. بقينا نخرجوا هذه المشاريع من يعني من المنزل، نحطوها هنا في المعرض باش تكون تبادل خبرات بين النساء، وحتى عرض مشاريعهم للجمهور، يعني باش يطالع على واش راها تبدا. ويشكل هذا المعرض كفرصة لإبراز دور المرأة في المجتمع حتى من داخل بيتها، فضلا عن مساهمتها في الحفاظ على الموروث المحلي الأصيل.